عندنا قاعدة في علم الكلام الكثير استوحشوا منها، قاعدة إلى حد الشيخ محمد تقي السستري المتبحر المتضلع في التتبع هني أخفق تتبعه، أنكر مصدر لهذه القاعدة العقائدية الكلامية، والحل موجودة. أنا فقط راجعت بصائر الدرجات وأصول كافي، وجدت لها 12 طريق. دي القاعدة، ما سبرت كل كتب الروائية. هو ينكر وجود طريق لها، بس من الحال أنه في كتابين بس راجعت، بعد ما راجعت توحيد الصدوق، ما راجعت عيون أخبار رضا، ما راجعت مختصر بصائر الدرجات، ما راجعت احتجاج الطبرسي، ما راجعت تفسير قمي، ما راجعت مصادر روائية ما شاء الله في القرن الرابع والثالث والخامس عندنا كثيرة ما شاء الله، بس مصدرين 12 طريق لها، ولا قاعدة مترامية الأطراف. بس شلون تفسر دي القاعدة؟ هو شوية المضمون مخيف للذي ليس له تضلع تبحر في هالمباحث المنهجية نظرية المعرفة في العلوم الدينية والتراث الحديث. نزلونا في الكشية موجودة. اي نعم، الفاظ متعددة. نزهونا عن الربوبية، الفاظ. اجعلوا لنا ربا نؤوب له، نحن مربوبون مخلوقون، ليس لنا استقلال في أي شيء، فقراء عبيد لرب العالمين. مو للبشر، فقراء لمن؟ لرب العالمين، مو فقراء لزيد وعبيد ولا لملك ولا فلك، فقراء لرب العالمين. لنخلط. اي طبعا في فرق بين المطلبين، يفتقرون لرب العزة وليس يفتقرون لفلك ولا ملك. اجعلوا لنا، هذا استقلال، هذا استقلال، استقلال عن المخلوقين، استغناء عن المخلوقين وافتقار إلى رب العالمين. اللي يستغني عن المخلوقين ويفتقر فقط لرب العالمين هم حصريا بهم، هاي الخاصية ما حد عنده. المهم مرة بحثنا معرفي نجي نفس النكتة، نزلونا، نزهونا، ألفاظ عديدة بس المعنى واحد، المعنى حتى أصلا ترادف لفظي يعني. اجعلوا لنا ربا نؤوبه وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا كنا ما نحن فيه. قولوا يعني شنو قولوا؟ يعني مصلح، أعوذ بالله، واحد كثير يسأل يعني معناته تسويغ للوضع والتدليس والجعل. حاشا حاشا، فشلون يقول قولوا فينا ما شئتم، ولو أزيد ولن تبلغوا، لغوا كنا ما نحن فيه. إذا واحد قال له الأئمة صلوات الله عليهم يردون عليه، خسئت أيها القائل كذا كذا، نحن لسنا الآلهة مألوهين مربوبين، ولكن نحن فوق ما تدرك في قلبك، ما تدركنا احنا. الله أكبر، رغم أنت تبجحت بباطل ولكن إدراكك دون ما نحن فيه. الله أكبر. حتى الغلاة هم باطل في الكلام، في الإدراك لا يدركون أهل البيت، هم دون الألوهية والربوبية، الألوهية لله عز وجل، لكنهم فوق حتى ما يدركه البشر، يدركه المخلوقين. ولا يرقى إلي الطير. لو
أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت. الله ما نفد له الكلمات، الله ما نفد له الكلمات، كلمات مخلوقة. لا تناهي المخلوق، مو لا تناهي الخالق، خالق فوق هذا، فوق ما لا يتناهى. الآية الثانية شنو هي؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. كلمات مخلوقة لا متناهية، مو الخالق، خالق فوق ذلك، فوق. جيد. فالمقصود شوف لاحظ شلون يقولوا صلوات الله عليهم، ما نريد نشعب البحث، النقطة المركزية نحافظ عليها. قولوا ما شئنا، تسويق للكذب، حاشاهم. الكذب والصدق هنا، اعقل أيها السائل، الكذب والصدق متني ليس صدوطي. يعني نفس الفكرة لا التفتوا إليها. ما دام جعلت مخلوق القاعدة استوت. هذا المخلوق ايش قال الله يفيض عليه؟ لن تبلغ كنه ما أفاض الله عليه. كل ما يخطر في بالك هو في حد المخلوقية، هذا صحيح ولو لم تسمعه من معصوم. قاعدة وحيانية عقلية، ماهية كلية تتقرر فيها ما لا يتناهى من الكمالات. أي كمال يخطر في ذهنك تستوك، قعدت تستوى اللي تو استيقظت